بالنسبه للزمالك بقى، قبل ما اتكلم عن حاجه، احلى تصريح في التاريخ، يعني انا لو السنه دي قالوا لي قول احسن تصريح السنه دي تديله لقب التصريح الافضل، هاخد تصريح الكابتن احمد سليمان ده اهو. يجب الغاء الدوري من اجل منتخب مصر. كابتن احمد سليمان عضو مجلس اداره نادي الزمالك والمشرف على الكره في نادي الزمالك، في هذا وراجل صديقي جدا وصاحبي جدا ودمه خفيف جدا. انا اعتقد ان هنا بيهزر، يعني لو انا هاخده محمل الجد يبقى هقول كلام يضايقه، بس انا اعتقد هزار اكيد. يعني كان مفترض يبقى كده احمد سليمان ساخرا يجب الغاء الدوري من اجل منتخب مصر. الغاء الدوري؟ يعني الكلام ده يطلع من واحد زيي؟ ماشي. ساعات الناس بتتهمنا ان احنا بنطلع على الميديا نزيط ونقول كلام واحنا مش فاهمين، لكن المسؤولين يبقوا مش فاهمين دي كارثه، لان المسؤولين اكتر ناس فاهمين في الدنيا. احنا متعودين كده، في مسؤول مش فاهم لازم المسؤول يبقى فاهم، صح؟ في كل حاجه. فاحمد سليمان لما يقول يجب الغاء الدوري علشان منتخب مصر، اولا منتخب مصر ما عندوش حاجه لغايه شهر مارس السنه الجايه مبدئيا. يعني منتخب مصر اصلا مش في الزيطه بتاعه الاحداث وضغط المباريات. يعني الكابتن حسام حسن ربنا يكرمه بكره قدام غينيا بيساو لغايه مارس السنه الجايه. تصفيات كاس العالم يعني تستأنف في مارس 2025 اعتقد. الكابتن احمد سليمان حسبها لنا، يعني قال لنا ما هي الخساره التي ستعود على انديه مصر من الغاء الدوري ومن يتحملها. هل حسبها على الزمالك اصلا؟ يعني هي الرعايه مرتبطه بالماتشات. طب ما فيش ماتشات يعني ما فيش رعايه، يعني ما فيش بث تلفزيوني. يعني لو انا باخد 100 مليون سي كرقم بضربه كمثال، مش ده الرقم الحقيقي للزمالك، لكن لو باخد بس فضائي في السنه مثلا 100 مليون، والزمالك اتذاع له او لعب في السنه دي 16 17 مباراه مثلا، منهم على ارضه اهو، هو بياخد الماتشات اللي على ارضه ملوش علاقه باللي بره ارضه. ادي الزمالك اهو لاعب 17 مباراه، قول على ارضه 8، قول 8 من كام؟ من 17. هو على ارضه بيلعب 17، فقول لعب 7 8 يعني اقل من النص، يبقى نص البث الفضائي مش هياخده طار السنه دي. والرعايات الفانيلا والملاعب والكلام ده كله طار، واللعيبه هتاخد مرتباتها والاجهزه الفنيه كاملا حتى لو الموسم اتلغى في اول اسبوع، فلوسهم مفيش هزار. طب مين هيتحمل ده؟ مش عارف. الغاء الدوري يعني اتفهم، تعالوا نحط حل وسط، تعالوا نشوف نعمل نظام جديد للدوري. طب لكن الكابتن احمد سليمان اراهن والله مش ممكن يكون بيقول ده بجد. يعني مستحيل الكابتن احمد سليمان اللي انا اعرفه بخبراته بشغله بتفكيره يكون بيقول ده بجد. ده اكيد هزار، لانه اكتر حد هيتضرر من تصريح الكابتن احمد لو تم، يعني لو احمد دياب دلوقتي قال له والله العظيم انت راجل بتفهم، انت انقذتني، الغي يا عم، هو نادي الزمالك اول حد هيتضرر، لان نادي الزمالك بيمر بازمه ماليه طاحنه طاحنه ما فيهاش هزار. وعمال حسام المندوه امين الصندوق يجيبها من فوق ويجيبها من تحت مع الكابتن حسين لبيب عشان خاطر تمشي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام. النهاردة بمشيئة الله في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة هيلعب منتخبنا الوطني مع منتخب غينيا بيساو في رابع جولات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، المباراة الرابعة لمنتخبنا. امبارح جيبوتي وأثيوبيا اتعادلوا 1-1، وفضلوا طبعا في نفس المركزين اللي هم الخامس والسادس. المجموعة 6 فرق، كل فريق هيلعب 10 مباريات. دي المباراة الرابعة لمنتخب مصر. منتخب مصر طبعا 9 نقاط. لو ربنا كرم ومنتخبنا فاز وبقى 12 نقطة، هيكون وضع قدم في نهائيات كأس العالم، هيكون 12 نقطة. هيبقى فرق بينه وبين غينيا بيساو اللي هي في المركز الثاني 7 نقاط. وبعد كده عنده في شهر مارس بقى، يعني بعد المباراة دي المنتخب في اجازة بقى خالص، ملوش اي ارتباطات الا في شهر مارس السنة الجاية. يعني قدامك حوالي 8 شهور المنتخب ما وروش اي ارتباطات نهائي
انا عارف انت بتتكلم على مرتبات الجهاز الفني واللي ماسك منتخب مصر. لا، شغاله، مرتبات شغاله، مفيش اي مشكله خالص، سفريات، حضور مباريات، كله شغال، بدل تنقلات وبدل راحه وبدل شمس وبدل ما حد يشتمنا واحنا بنتكلم. لا، كل ده شغال عادي، رغم ان المنتخب ما عندوش اي ارتباطات نهائي الا في مارس 2025 بمواجهتي اثيوبيا رايح جاي وسيراليون. هيواجه اثيوبيا رايح جاي، اثيوبيا في اثيوبيا، وبعدين اثيوبيا في القاهره، وبعدين سيراليون، ويكمل بقى ايه باقي مباريات تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم. فالفتك اللي طالع بيتكلم بيقول عن الغاء الدوري، عشان تلغي الدوري عشان مين؟ ما فيش حاجه، والمنتخب ما عندوش ارتباطات بعد المباراه دي، ما فيش اي ارتباطات تانية. يبقى هتلغيه لان انت في المركز ال13، ولا هتلغيه عشان انت مش هتوصل حتى للمربع الذهبي بنهايه الدوري، ولا هتلغيه عشان خاطر ايه؟ ما تعرفش التصريح. هي دي نوعيه المسؤولين اللي بيمسكوا نادي الزمالك. الحقيقه فكر عقيم جدا، مفيش اداره. انا قلت قبل كده في اكتر من فيديو، الزمالك بيكون عنده لعيبه كويسين جدا في كل الالعاب، يعني اذا كان في كره قدم او يد او طايره او حتى سله، بيبقى عنده لاعبين كويسين، لكن الاداره بتاعه الزمالك اداره غير جيده. ما فيش ناس كوادر اداريه محترفه بتمسك نادي الزمالك، يعني باستثناءات قليله يجي كل فين وفين كده اداري كويس او رئيس كويس، لكن معظم الاداريين اللي يمسكوا نادي الزمالك اداريين لا يفقهوا شيء عن اصول اداره الانديه الرياضيه وكيفيه ادارتها بالشكل الصحيح. عكس النادي الاهلي تلاقي فيه كوادر جامده جدا جدا. المرحوم صالح سليم لما دخل الكابتن خالد الكابتن محمود الخطيب في الاداره كعضو مجلس اداره، كان بيعد محمود الخطيب لتحمل مسؤوليه اداره النادي الاهلي. يعني هم في النادي الاهلي في مبادئ كده بتحكم، بيبقى في مجموعه من الاداريين اللي هم ابناء الاهلي بيتم تدريجهم في المناصب الاداريه لتحمل اداره النادي الاهلي لاستمرار هذا الصرح الرياضي الكبير في تحقيق البطولات على المستوى المحلي والعالمي والقاري. لذلك تلاقي دايما استقرار في النادي الاهلي، وتلاقيه دايما في انجازات وبطولات عكس بقيه الانديه بالكامله. مثلا بعض الانديه الشركات عملوها عشان سحب البساط من تحت اقدام النادي الاهلي، لكن طبعا ما حدش قدر لحد دلوقتي بسبب حب الجماهير وحب ابناء النادي الاهلي الاداريين ليه واحترافيتهم ومهنيتهم. محدش بيزعل من حد، كل واحد في مكانه وكل واحد بيأدي دوره حبا واخلاصا في النادي الاهلي. فبعد الماتش بتاع النهارده ده اللي هو ان شاء الله هيكون مع غينيا بيساو، المنتخب ما عندوش اي ارتباطات خالص. هيبدأ الدوري يعود بقى يوم الخميس القادم. ده تعليقا بس على طلب الغاء الدوري اللي كان صرح به احمد سليمان، لان طبعا الزمالك ما عندوش اي فرصه السنه دي ياخد الدوري العام نهائي، ولا حتى تقريبا يوصل للمركز الرابع، يكون جوه المربع الذهبي. فرق كتير بينه وبين بيراميدز وبين سموحه والانديه اللي هي بتنافس في المربع الذهبي، حتى المصري كمان بينه وبينه كتير من النقط.